حبايبي صحابي، السلام عليكم. مع ما ونضحك معاها كتقول لي انت نهار ولدتك جيتني واقف. كتقول لي جيتني واقف، غير ولدتك وقفت جيتني واقف ولدي. سبحان الله. وتعجبني بالرجوله ديالها. القرطاس اللي تخلي في الجسد ديالي تصور انبال العدو كيقتل فيك بالكلاش، ولكن الروح ما بغاتش تخرج. فاش غادي نموت وكيفاش غادي يدفنوني في الاراضي د موريتانيا قبل ما يحطوني في الحفره وهما يشوفوا القلب ديالي ولا يضخ الدم من جديد، العرق ديالي ولا يضرب الدم. زيان بال غادي تقبض لي لاكويس ديالي، تروازيام بال غادي تقبض لي لا جامب ديالي انا، وهادو كلهم دخلوا للحم ديالي وما خرجوش. بروميير بال تدخل لي بين الضلوع وتبلوكات لي ما بين القلب والباط ديالي. نصبح بابا، نصبح في يمه ونموت على قبله. كان انا نعبدو، هو رايح وانا نتبعه باش نبوسلو رجله وما يعطينيش رجله. هذا هو المشكل، نبقى تابعو كي الكلب ونبقى تابعو ونتبعو. انا اخترعت السوشي المغربي، يعني السوشي لا فورم ديالو سوشي ولكن المذاق ديالو مغربي. السوشيه الا كليتيها كتبني اللحم بالبرقوق ولا الدجاج العراسات ولا باش يكمل عليا وهو يقول له بلاتي قال له هذا صار عطل يا، قال له هذا يا ربو، هذا هو اللي قتل فينا النص. هذه هي الدبابه اللي صلختنا، هز من الرجلين، واحد هز من الرجلين واحد من راسي، وانا ميت والله العظيم ميت. وجوج ديال الاسرى راهم الان حيين في المغرب، مازال في واحد اللايف غادي نعيط على اللي دفني ولا جبدني من القبر. واحد اللايف غادي نعيط له امامكم ارباح باش نقولوا باننا حنا عندنا المدرسه الاستخباراتيه المغربيه، كنقولوا باننا قوه اقليميه امنيه كيتعاون معها العالم، عندنا الجيش. كنقولوا عسكر برزيطه، حنا عسكر منظمين. راه غادي نقول لك الطوب ديال لارمي رويال في هاد شمال افريقيا وعلى مستوى العالم. الى نزيدك فكره، شو لارمي ديالنا ماشي عسكر برزيطه، حنا عسكر منظمين. عندي بسهوله الاهداف، خاطر هما كثار المرتزقه كانوا بحال الطيور قدام، لخاطر كانت بسهوله كانوا الاهداف ساهلين ديالهم، لخاطر هما يحيحوا بمعنى كان عندي بسهوله الاهداف، لخاطر هما كثار المرتزقه كانوا بحال الطيور قدام، لخاطر كانت بسهوله كانوا الاهداف ساهلين ديالهم، لخاطر هما يحيحوا بمعنى كان عندي بسهوله. ومع ذلك العسكري المغربي لا اللي في الارض ولا اللي في السيارات ولا اللي في الطلوقه، كل واحد قايم بالدور ديالو. شنو هو اللي كانت عندي انا؟ بالنسبه لي السلاح اللي كان عندي كان نافعني في سروال سيدي مكتوب عليه من يقرر الحرب، يعني ما كنزقلش، وعندي خصني غير اللي يحميني من كيلومتر لتحت لداخل، يحميوني لي بييطو يعني الموجات. ومع ذلك العسكري انا المخابرات العسكريه ديالهم جلوجتها بكيسان ديال اتاي، وهذا فخر ليا. اخترقتها وكانت عندي فرصه ممتازه، كجندي مغربي واسير حرب، وجاتني فرصه باش نقعد ونشوف المخططات اللي كيديروا ضد المغرب، لان واحد من القياده البوليزاريو حطني تمايا وكيقول لي باش ما يعرفك حتى واحد، انت راك كتشتغل معايا انايا، كيلبس لي طابليه بيضاء وكيقول لي انت راك كتشتغل معايا انايا اتاي. وهذه كانت بالنسبه لي فرصه ممتازه باش نعرف الوقائع الحيه اللي كدار المخططات ديال الشمايت ضد المغرب، ضد بلادي. نهايه كبرنات قريبه، راه هي بدات ملي كيقول لك حرب استنزاف، النهايه ديالهم قريبه. عليكم اخوكم جلال السميده في اليوتيوب. جلال السميده يحييكم، الجندي المغربي والاسير حرب بتندوف وبالجزائر، حياكم الله من جديد. المغاربه السلام. شديناه حاشاك وحاشا وجهك، والله لا تنظر فيه العيون، يعني حاشاك خاري في الباسو كما تقولوا انتم الهضره دي، خالي في القش بتاعه.
والله خسرنا 50 لتر 50 لتر باش نغسلوا به القش بتاعه. شديناه. الاركان باش نقريحه مشى لموريتانيا. السؤال علاش الزياره في هذا الوقت؟ علاش هذه الزياره بالمناسبه ما كانش مبرمجه؟ خرج الاعلام الجزائري كيقول لك راه انها بدعوه من قياده الاركان الموريتانيه. كذوب. هذه الزياره ان المعلومات اللي كاينه ان قياده الاركان اتصلت بالقياده العسكريه الموريتانيه وقال لهم مودي راه شنقريحه جاي عندكم. شنو هو السياق؟ غنقراو السياق. السياق هو اولا الملف ديال الصحراء المغربيه دخل المرحله ديال الحسم. السياق هو القرار ديال مجلس الامن قريب. الاركان باش نقريحه المنطقه اللي ترتكب فيها هذا الشيء هذا داخله في اطار الصحراء الشرقيه المحتله اللي هي ديالنا. وكنرجع لدوك التقارير القدام كيقول لك ودي المغرب خصو يوجد الخيام على الحدود لاستقبال اللاجئين الجزائريين والتاريخ بيننا. شنو غيمشي يدير تبان وغادي بالعسكر؟ واش تبون مع العسكر غيمشي شاب في هذا المؤتمر ديال التعليم والشباب وقابليه التوظيف. تبون كما سمي الحربي كيدير لنا التغطيه ديال الاف 5 وحنايا في الارض بالاسلحه ديالنا. كاين الموشات الراجلين وكاين السيارات وكاين الطنوقه. انا واحد من ديال الطيار الحربي كيدير لنا التغطيه. طاحوا عليا صواريخ في الحلقات المقبله غادي الصواريخ اللي طاحوا عليا وطاحوا عليا صواريخ. هذه ديالنا هو سيدنا. وهذه القضيه سولوني عليها لي زونجيريان في الاستنطاقات. الله العظيم الوليد هذه ديالنا هو سيدنا. السلاح ديال الحرب هذه الاولى. راه الجزائر ما مسلحاش. خلي داك الصور اللي كاينه راه فيها سيتيرنات مسبوغين. هذيك الصور ديال الاستعراض العسكري راه جبدوها المغاربه بزاف ديال الكذوب. ما مسلحاش. العسكريه دي سي تري اللي خطفات محمد الخامس وهي غاده في السماء سالا لها المازوت ديالها كانت غاده تطيح في السماء. الشريف العلوي السلطان سيدي محمد بن يوسف قال بسم الله ودفل في الريزرفوار وبالبركه ديال جدودو عمر داك الريزرفوار بالكيروسين. الطياره العسكريه دي سي تري. المنتخب الجزائري في المغرب يتلقى تحذيرا بالمناسبه بسبب صوره الملك. اللي غلط يخلص تمتم. شو صار معكم شباب؟ العذاب اصحابي العذاب. العذاب الشديد. لا امبوسي ما يمكنش امبوسي.